السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الميموري ستاب. عمرك سألت نفسك الألعاب بتشتغل ازاي؟ ازاي النظام يعرف كل حاجة وكل كوين بتاخدها؟ السر كله مخفي جوه الذاكرة، وكل رقم وكل قيمة ليها مكانها، واللي فاهم ده يقدر يستكشفها باستخدام أدوات زي تشيت انجن علشان يقدر يعمل فحص للذاكرة ويطلع القيم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نفحص الذاكرة ونتحكم في القيم. وبعد ما تسمع الفيديو ده لو مهتم بالمحتوى وعايز تفهم أكتر، الكورس بتاعي هيوضح لك كل حاجة خطوة بخطوة. هسيب لك معرف التليجرام في الوصف لو حابب تتواصل معايا. طيب ودلوقتي خلينا نبدأ الشرح. ما أول حاجة هنحتاجها هو البرنامج اللي هنحتاجه علشان نعمل فحص للذاكرة، وهو برنامج ال Cheat Engine. علشان نحمل البرنامج ده هنفتح جوجل كروم، وهنروح في البحث هنكتب Cheat Engine. هيفتح لنا الواجهة دي مكتوب تم داونلود شيت انجن. هنضغط عليها وهنختار المكان اللي هنحفظ فيه البرنامج. انا هختار المكان المناسب وهعمل له سيت. ودلوقتي انا هوقف عملية التنزيل علشان انا كده كده محمله، وهضغط على البرنامج ضغطتين. هيفتح لي الواجهة دي، هختار اللغة اللي تعجبني، طبعا لحد الانجليش طبعا، وهدوس اوكي. وبعد كده هعمل نيكست، وفي الاخر هعمل فينيش، ويبقى كده ثبت البرنامج. الخطوة التانية هحتاج لعبة اوفلاين علشان اقدر اشتغل عليها. انا في الفيديو ده هستخدم اللعبة دي، هسيب لك الرابط بتاعها برضه في الديسكريبشن لو حابب تحملها، ولكن تقدر تجرب على اي لعبة اوفلاين. فهفتح اللعبة، ولو انت بتستخدم معايا نفس اللعبة دي ونزلتها، هيفتح لك اللعبة في الواجهة دي قدامك المين منيو، علشان تقدر تتنقل في المين منيو لتحت ولفوق. تقدر تعمل كده باستخدام الأسهم اللي موجودة في الكيبورد، أو باستخدام السكرول اللي موجود في الماوس، اللي هي دايرة اللي موجودة في نص الماوس دي، تقدر تنزل وتطلع بيها. فعلشان نبدأ جيم هننزل على سنجل بلاير. بعد كده البوت ديس ماتش هندوس عليها برضه. طبعا عشان ندوس عليها ممكن ندوس بالانتر اللي في الكيبورد، او الكليك شمال اللي موجود في النص، فانا هستخدم الكليك شمال. وبعد كده هندوس على الباد، هننزل على اخر حاجة وندوس انتر. وهنا هنختار عدد البلايرز اللي هتنزل معانا. انا هختار مثلا 8 او 4. وهنا هنختار الخريطة. أنا هختار مثلا ديزرت 3D، وهدوس انتر أو كليك شمال زي ما قلنا. وبعد كده هنروح دلوقتي هنعمل الت وتاب علشان ننتقل للتشيت انجن، أو علشان ننتقل على الديسكتوب. وهنفتح التشيت انجن ندوس عليه ضغطتين بعد ما نثبته طبعا. هتفتح لنا الواجهة دي. طبعا واجهته سهلة جدا، هنشرحها كلها بالتفصيل. أول حاجة وأهم حاجة عندنا المربع اللي بينور ويطفي ده، بينور أخضر وأحمر. لو شاورنا عليه كده هيظهر لنا كلمة select a process to open. بيقول لي اختار البروسيس اللي انت عايز تفتحها دلوقتي في البرنامج. فلو دوست عليه هيفتح لي كل البروسيس الابليكيشن. عندي هنا ابليكيشن، وعندي هنا البروسيس دي كل البروسيس اللي مفتوحة في الويندوز. فاحنا ما يهمناش غير الابليكيشن بس. هندور على أيقونة اللعبة، هندوس عليها ضغطتين. هنلاقي لون الكلام ده بدأ يتغير للأبيض. عندنا أول كان هنا للفاليو، نقدر نبحث عن أي فاليو إحنا محتاجينها. وفي الحالة دي إحنا هنبحث عن الفاليو بتاعة الهيلث. عندنا الهيلث 34. هنروح نبحث عن ال34. هنكتب هنا في الفاليو 34، وهنا هنختار exact value
قيمة معروفة، يعني لو إحنا عارفين القيمة فهنختار exact value. طبعًا عندنا حاجات تانية ما لناش دعوة بيها، دلوقتي اللي إحنا مهتمين بيه هو الexact value. وهنا نقدر نبحث في أماكن معينة جوّه اللعبة، لكن إحنا عايزين نبحث في اللعبة كلّها. بعد ما كتبنا ال34 ثانية بس هنروح على اللعبة نشوف للأسف مُتنا وصحينا تاني، فالدم رجع 100 مش مشكلة. هنبحث عن قيمة ال100 وهنعمل first scan علشان نعمل الفحص الأول، وهنا هيجيب لنا 1000 قيمة، يعني هو كده وجد 1000 قيمة في الذاكرة بتحمل الvalue اللي هي 100. فعلشان نقلل القيم دي فهنرجع للعبة تاني هندمج ناخد أي دمج، هنحاول ناخد أي دمج، هندوّر بس على أي enemy علشان يدّينا دمج. دلوقتي بقى الدم بتاعنا 10. هنروح على cheat engine نرجع عليه تاني وهنبحث عن نكتب 10. ودلوقتي عملنا الأول first scan، دلوقتي هنعمل next scan علشان ندوّر جوّه ال1000 قيمة اللي هو واجدهم دول على القيمة اللي بتحمل الأدرس اللي بيحمل قيمة 10، وهنعمل next scan هيطلع لنا أدرس واحد يحمل القيمة 10 الvalue 10. هنحدد عليه بالأزرق وهندوس على السهم الأحمر ده علشان القيمة تنزل تحت هنا ونقدر نعدل عليها. عندنا هنا القيمة 10، لو دوسنا عليها مرتين وغيرناها خليناها مثلا 100 ودوسنا أوكي ورجعنا هنلاقي القيمة فعلا اتغيرت معانا بقت 100. عندنا هنا الأدرس ده الأدرس اللي بيحمل القيمة، وعندنا هنا الديسكريبشن نقدر ندوس عليه ونغيره مثلا نسميه هيلث وندوس أوكي. دلوقتي لو علمنا على الأكتيف دي دوسنا عليها هيعمل لك علامة إكس بالأحمر، معنى كده إن إحنا عملنا بلوك للفاليو، يعني الفاليو دي مش هتنقص ولا هتنزل عن المية. لو رجعنا على اللعبة ورحنا ناخد دمج من أي انمي أو دورنا على أي عدو علشان يدمجنا، لاحظ على الهيلث مش هينقص أبدا مهما حصل، الهيلث مش هينقص. دلوقتي مثلا لو حابين نغير عدد الطلق، لو حابين نتحكم فيه، دلوقتي احنا معانا 11 طلقة زي ما انت لاحظ الطلق 9 8. هنروح على التشيت انجن وهنعمل نيو سكان وهنكتب عدد الطلق اللي معانا الفعلي اللي هو 7، هندوس 7 وهنعمل فيرست سكرين هيطلع لنا 21,000 قيمة، 21,000 أدرس بيحمل القيمة 7 الفاليو 7. فهنرجع على اللعبة نضرب طلقة علشان نقلل القيم دي شوي وهندوس بدل ما كانوا 7.6 هنكتب 6 وهنعمل نكست سكان هيطلع لنا قيمة واحدة هندوس عليها وهندوس على السهم الأحمر علشان تنزل تحت، وهنغير الستة دي هنخليها 1000 مثلا وهندوس أوكي وهنرجع هنلاقي فعلا عدد الطلق اتغير ب1000، لكن العدد لسه بينقص معانا زي ما انتم شايفين. فلو عاوزين نثبت العدد ده هنعلم على العلامة هنا زي ما عرفنا نعمل للفاليو بلوك، فهنعلم على العلامة دي كده وهنرجع على اللعبة نضرب زي ما انتم شايفين القيمة بقت ثابتة ومش بتنقص خالص. طبعا نفس اللي بنعمله ده نقدر نعمله على التليفون لكن مش بتشيت انجن، هنقدر نطبق نفس الكلام لكن بالجيم جاردن لو حد يعرف الجيم جاردن، لكن الاختلاف هيكون الجيم جاردن محتاج روت، محتاج يكون التليفون عليه روت علشان تقدر تعمل الكلام اللي احنا بنعمله على الكمبيوتر هنا ده. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا اللي احنا شرحناه ده حاجة بسيطة جدا، لو حابب تتعمق أكتر هسيب لك معرف التليجرام الخاص بيا في الديسكريبشن لو حابب تشتري الكورس، ولو استفدت متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي تعليق حابب أشرح لك إيه في الفيديو اللي جاي.